اهلا بيكم. النهارده هنعمل مع بعض بسبوسه. هنعملها جميله ومرمله وبطريقه سهله جدا، وفيها مكون هو اللي هيخلي لونها كده لونها واحد، زي اللي بنجيبها من بره. هتحس ان انتي بتاكليها من عند احلى حلواني في مصر. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي والمقادير ايه. اول حاجه هعملها الشربات. بحط كوبايه ونص سكر على كوبايه ونص ميه، وبدوبهم مع بعض. قبل ما برفعها على النار بدوب السكر في المية، وبعدين برفعها على النار وببدأ أقلب فيها لحد ما السكر يدوب تماما ويبقى بالشكل ده كده. لما يبدأ يدخل في الغليان بسيبها بقى لحد ما تتقل شوية. بحضر بقى طاسة على النار، وبحط فيها معلقتين كبار لبن بودرة اللي هو اللبن نيدو العادي. وببدأ بقى اقلبهم على نار مش عالية قوي علشان ما يتحرقش. بفضل اقلب فيهم كده لحد ما لونهم يبدأ ان هو يغمق شوية زي ما هنشوف مع بعض كده. ونخلي بالنا ما نعليش النار علشان ما يتحرقش ويمرر ويدي طعم وريحة مش حلوة. اهو بدأ يبقى لونه بني شوية. اهو بدأ كله يغمق اهو بالشكل ده كده. وطبعا يفضل ان هي بقى تبقى طاسة تيفال عشان ما يلزقش وما يتحرقش. اهو بالشكل ده كده، وناخد بالنا ما نغمقهوش قوي. اهو زي ما احنا شايفين كده بتدي للبسبوسة طعم ولون جميل جدا. هو ده سر ان البسبوسة تبقى كلها لون واحد، بطنها زي من فوق زي من تحت. اهو كده تمام. كده اتحمص معايا بقى تمام. بشيله بقى من على النار. وهنا الشربات تقل معايا بقى القوام اللي انا عايزاه. اهو سبت الشربات تقريبا من 5 ل7 دقايق اهو بالشكل ده. بصوا مش عايزاه تقيل قوي كده. تمام بطفي عليه. ومعايا هنا كيس بسبوسة اي نوع انت تفضليه، اللي هي البسبوسة الجاهزة. وبفضيه في بولة، وبجيب اللبن اللي احنا حمصناه مع بعض وبحط معلقتين كبار اهو بالشكل ده كده. تمام. وببدأ اقلبهم مع بعض كويس لحد ما الدقيق بتاع البسبوسة يختلط كويس جدا باللبن البودرة اللي احنا حمصناه. لازم اتأكد ان هم اختلطوا مع بعض كويس ومفيش اي تكتلات في اللبن ولا اي حاجة. اهو بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. تمام. بصوا لونه غمق شوية. طبعا الكيس ده بيبقى جاهز، بيبقى فيه جوز هند وبيبقى فيه كمية بيكنج باودر بس بتبقى قليلة شوية. بنحتاج ان احنا نضيف كمان، فبضيف عليهم معلقة كبيرة بيكنج باودر وبقلبهم مع بعض كويس. لازم يمتزجوا كويس جدا مع بعض اهو زي ما احنا شايفين كده. سهلة جدا ومفيهاش اي حاجة وطعمها يجنن. انا متأكدة محدش هيصدق ان انت عاملاها في البيت من كتر ما هي جميلة. ومعايا هنا 4 معالق سمنة كبار متسيحة، وبضيف عليهم معلقة كبيرة عسل نحل ابيض، وبقلبهم مع بعض اهو زي ما احنا شايفين كده. طبعا السمنة بتبقى دافية شوية فالعسل بيدوب على طول. وهنا معايا الخليط اللي احنا عملناه مع بعض. بحط عليهم السمنة والعسل وببدأ أبسهم مع بعض كويس اهو بالشكل ده كده. لازم أبسهم كويس جدا واتأكد ان الدقيق كله بتاع البسبوسة كله بقى متغلب بالسمنة. طبعا اصحاب الدايت يمتنعون تماما لان فيها كمية سمنة كتير. اهو تمام كده. خلطتهم كويس جدا مع بعض. بصوا بقى لما بمسك الدقيق بتاع البسبوسة بصوا بيبقى عامل ازاي. بتبقى بالشكل ده كده بتمسك في بعضها شوية. وبكون مجهزة نص كوباية لبن وبخلطهم كويس. بس مش بخلط فيهم كتير. انا يا دوب بس بخلط اللبن مع باقي المكونات مش اكتر. واكون مجهزة صينية مقاس 26 واكون دهناها سمنة كويس قوي. واكون مسخنة الفرن من قبل ما اشتغل في البسبوسة على درجة حرارة 180. ادخلها على فرن سخنة وابدأ بقى افردها في الصينية بالشكل ده كده، واساوي اطرافها واسويها من فوق بحيث ان هي كلها تبقى سمك واحد مش حتة عالية حتة واطية.
وتبقى من فوق شكلها متساوي مش متلخبط اهو بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. ولو حابه تضيفي سوداني او تضيفي مكسرات او تضيفي حاجه يفضل انتي طبعا تضيفيها وهي لسه ما دخلتش الفرن على الوش، ما ينفعش تحطيها بعد ما تستوي. اهو كده بقت جاهزه معايا، احطها بقى في الفرن. وكده بعد شكلها ما طلع من الفرن، طبعا هي سخنه ولازم يكون الشربات سخن، وبسقيهم مع بعض يبقوا الاتنين سخنين. اخدت معايا في الفرن نص ساعة، وولعت من تحت الاول بس، وبعد كده ولعت من فوق 5 دقايق يا دوبك خدت الوش. لازم يكون وشها كده بني كده مش فاتحة، يبقى وشها غامق كده. وبوزع الشربات كده بالشكل ده اهو. طبعا انتي بتهيألك ان شرباتها كتير، بس هي الشربات مظبوط. بس انا ما خدتش الكمية كلها، الكوباية ونص فضل في تقريبا نص كوباية تقريبا، دي اخدت كوباية شربات. وتعرفي ان البسبوسة بتاعتك ناجحة لما بتحطي لها الشربات يشرب الشربات كله، ما يطرش الشربات لفوق. وكده بعد ما سقيناها، مش عايزه اقول لكم على ريحتها تجنن، وانا متاكده ما تجربوها تعجبكم جدا. ومرمله زي اللي بنشتريها من عند الحلواني بالظبط، بس دي انا عاملاها في البيت بقى، نضيفه ومضمونه. بقطعها بقى بالشكل ده، انت بقى تقطعي زي ما انت عايزه، مربعات مثلثات زي ما تحبي اهو. وطبعا اقطعها وهي سخنه كده، بس ما اشيلهاش من الصينيه وهي سخنه، لازم اسيبها تبرد وتهدى تماما، وبعد كده بقى اقطع منها. لان لو قطعتها وهي سخنه هتلاقيها بتتفرفت معايا ومش هتعرفي تستمتعي بيها. كده تمام، خلصت معايا اهو. مش عايزه اقول لكم مرمله وطعمه ازاي. انا حطيت قشطه من فوق، انتي بقى براحتك، عايزه تاكليها ساده بقشطه زي ما تحبي، ممكن تعملي كريم شانتيه كمان. طعمها يجنن، واتمنى تجربوها وتعجبكم. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك واشترك في القناه وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد.